بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أبطال خمسة ابتدائي معانا أول درس إن شاء الله. هنشرحه من ملخص الأضواء، وبعد كده هنشرحه من ملخص لائحة الميز. فالشرح بتاع الحصة دي النهاردة إن شاء الله من الأضواء. تمام. لو أنت شغال مصلحة الميز هشرح لك برضه مصلحة الميز. انتظر بعد الفيديو ده هنزل لك فيديو تاني. تمام. قبل ما أحب أشرح بحب أقول لك إيه بقى، إن في جروبات مدفوعة. لو أنت حابب تشترك ادخل كلمنا على الرقم ده 010 218 672 الرقم ده مش عارف احفظه خالص والله، هو رقم بس مش عارف احفظه نهائي، مش عارف بقى المشكلة في ايه. تعالى يا حبيب قلبي بس نشوف الدرس الأول بيتكلم على ايه. القصور العشرية حتى جزء من الألف. بيقول لك اكتب كل ما يأتي بالصيغة اللفظية اتنين وخمسة جنبها وفي علامة في النص، يبقى نكتبها ازاي؟ نكتب اثنان. الخمسة دي اسمها خمسة أجزاء من عشرة. اسمها إيه؟ خمسة أجزاء من عشرة، يبقى أكتب له اثنين وأعمل فصل. وبعد كده وخمسة أجزاء من عشرة. حلو جدا. تعال نشوف بقى الواحد. واحد ده واحد. بس واحد إيه؟ طالما العلامة بعد رقمين يبقى واحد جزء من مئة. يبقى طالما العلامة بعد رقمين يبقى واحد جزء من 100. طب يا مستر ينفع ما اكتبش واحد؟ ينفع اكتب جزء من 100. ما هو جزء من 100 يعني جزء واحد برضه. صح. يعني اللي فوق ده صح واللي تحت دي صح. طب يلا بينا ثلاثة. هنا انا بقرا الاول الجزء اللي على الشمال 12 اكتب 12، بس في اللغة العربية ما بنكتبش 12، بنكتب 12. 12 ما هي ال 12 باللغة العربية اسمها 12. واعمل فاصلة. وهنا ستة، يا ترى دي ستة من عشرة ولا ستة من المية؟ على حسب العلامة هنا بعد رقمين تبقى ستة أجزاء من إيه؟ من مئة. ستة أجزاء من مئة. كلام جميل، كلام جميل لحد دلوقتي. هنا بيحب يوضح لك وبيقول لك الجزء من عشرة هو قطعة شوكولاتة من 10 قطع. وعد معايا كده: واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة 10. يبقى قدامك 10 قطع شوكولاتة، أكلت قطعة واحدة يبقى ده اسمه جزء من عشرة. تمام. طب الجزء من 100، قدامك 100 قطعة شوكولاتة أكلت قطعة واحدة بس، هي القطعة الصغيرة دي قطعة صغيرة، يبقى جزء من 100 ده يعبر عن جزء صغير من 100 جزء. طب الجزء من 1000، الشوابط الكتيرة دي بقى لما تشوفها تعرف إنك شغال دايما في جزء من 1000. فلو أنت أكلت قطعة صغيرة خالص هنا أهو، يا نهار أبيض، أصبر أكبرها لك كده. بص، خليك معايا، خليك معايا أكبر لك مرة كمان. شايف الحتة الصغيرة دي؟ صغيرة جدا. لو أنت أكلتها تبقى أنت أكلت جزء من 1000. طب مين الأكبر يا مستر؟ الأكبر جزء من 10. عشان بص الجزء من 10 كبير إزاي؟ بص معايا هنا قطعة كبيرة جميلة، لكن الجزء من 100 قطعة صغيرة خالص، والجزء من 1000 يا نهار أبيض ده حتة قليلة قوي. ماشي، كلام جميل. الجزء من 10 ده يا مستر بكتبه إزاي؟ الجزء من 10 بكتبه واحد على العشرة، أو أكتب واحد وجنبها علامة. يبقى اللي فوق ده اسمه واحد على 10، هي واحد من 10. يبقى اللي فوق بيساوي اللي تحت. اللي فوق اسمه قطعة من 10 قطع، واحد على 10، واللي تحت اسمه واحد من 10. اللي فوق واحد على 10، هي واحد من 10. تمام. طب والواحد من 100 هكتب واحد على المية، أو واحد من 100. واحد على 100 أو واحد من 100. واحد على 100 أو واحد من 100. طب جزء من 1000 يا مستر؟ واحد على الألف أو واحد من 1000. خلي بالك الصفر اللي على الشمال ده ملوش أي لازمة، وأحكي لك القصة دي كتير. كلام جميل يا سيدي، كلام جميل. تعال نشوف السؤال الأول بيقول لك إيه. بيقول لك القيمة المكانية. المكانية لازم أكتب له مكان، هكتب له حاجة باللغة العربية. يعني رقم الخمسة ده مكانه فين؟ قاعد فين؟ قاعد هنا أهو. هنا هو ده بقى اسمه إيه؟ اسمه جزء من 10. اسمه جزء من 10. طب والتلاتة دي جزء من 100. طب والأربعة دي جزء من 1000. يبقى اللي جنب العلامة على طول اسمه جزء من 10. اللي جنب العلامة على طول اسمه جزء من 10. اللي لازق في العلامة على طول اسمه جزء من 10. تمام.
طب قيمة الأربعة هنا، هل الأربعة دي جنب العلامة على طول عشان أقول جزء من 10؟ لا، هي جزء من بس مش 10. ده جزء من 10 وده جزء من 100، ده بقى جزء من 1000. يبقى الأربعة دي جزء من إيه؟ جزء من 1000. بس خلي بالك، دي القيمة المكانية، وهنا قال لي أنا عايز قيمة الرقم، عايز قيمته، يعني عايز أرقام، فأكتب 4 جزء من 1000. اه يا مستر اكتب اللي فوق ولا تحت؟ لا، هتكتب اللي تحت. وانا كتبت اللي فوق ليه؟ عشان اعرفك ان دي هي القيمة المكانية. يعني إيه المكانية؟ يعني مكانه فين، قاعد فين، قاعد في جزء من الألف. طيب الأربعة بتاعته دي، هل 4 جنيه؟ لا. هل 4 من 10 يعني 4، يعني 40 قرش؟ لا. هل 4 من 100 يعني 4 قروش؟ لا، ده 4 من 1000، جزء صغير جدا. تمام. تمام يا حبيب قلبي، تمام. تعال نشوف السؤال التاني. بيقول لك اكتب كل كسر عشري او عدد عشري بالصيغه اللفظيه. حلو، صيغه لفظيه جميله. دي 63، نكتب 63. لو انت سبتها كده او غلط ما تاخدش درجه. ليه بقى؟ عشان دي 63 جزءا من 1000، عشان في علامه. يبقى دي 63 جنيه؟ لا، دي 63 جزء من 1000. طب يلا بينا السؤال التاني. ده واحد صحيح، اكتب واحد واعمل فاصلة، نقرا اللي على الشمال ونحط فاصلة. طيب والسبعة دي بقى، دي بقى اسمها 7 أجزاء من 1000. دي اسمها إيه؟ 7 أجزاء من 1000. يلا بينا السؤال رقم 3. ده 111، هكتب 100. 11 ما بكتبش 11، أنا بكتب 11. 111. حلو جدا. يعني 111. بس كده خلصت ولا في علامة؟ في علامة، فتبقى 111 جزءا من إيه؟ من 1000. كلام جميل جدا. يلا بينا نشوف تدريبات الدرس الأول نحلها مع بعض. بيقول لي مثل القصور العشرية الآتية مستخدم النماذج. ماشي. 873. طب نحل بداية السؤال الأول على الشمال. 542 جزءا من 1000. يا نهار أبيض، أروح لهم 542 حتة، بس كده أنا هخلص متأخر خالص. ما الخمسة دي طالما جزء من 10 يبقى لون 5 عواميد. واحد، ده العمود الأول. اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. كده أنا لونت خمسة، 5 جزء من 10. طب 4 يا مستر جزء من 100، يعني 4 جزء من 100، يعني واحد، اتنين، تلاتة، أربعة. هو ده الجزء من 100 هو لونته. طب يعني الاتنين دي بقى، الاتنين دي يعني بص حاجتين صغيرين جدا، هو واحد، اتنين بس كده زي الفل. كده 542 بالملي. طب هتفهم أكتر في السؤال التاني. مكتوب 3 جزء من 10، أدي التلاتة. أدي أول عمود، ده واحد، ده اتنين، ده تلاتة. يبقى التلاتة اللي جنب العلامة على طول دي يعني 3 عواميد. طيب والواحد ده بقى، الواحد ده جزء من 100، يعني جزء من 100 يعني مربع كده أهو. هو ده الجزء من 100، عشان نبقى متفقين. هو ده الجزء من 100 أهو. في بقى 9، 9 عملت باللون الأورنج. 9 جزء من 1000، يعني عد 9 بقى إيه؟ 9 مربعات صغيرة جدا. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، 9. بس زي الفل كده. باقي الكلام ده هو بس عشان ما اوجعش عيني انت هتحل السؤال التالت بقى، تمام؟ عشان ده اصلا بيتعب العين شويه. لو انت مش ملاحظ ده انا ملاحظ ده. هتحل لي السؤال التالت، انا هحل لك الاسئله اللي تحت عشان جميله. 9 دي بقى، 9 جنب العلامه يبقى 9 اجزاء من 10، يبقى 9 عواميد. العمود الاول واحد، العمود التاني اتنين، تلاته، اربعه، خمسه، سته، سبعه، تمانيه، 9 اهو. يعني انت هتلون ده كله ده، هتلون ده كله بقى انت بالالوان وبراحتك انت بقى. ما عندكش الوان عادي بالقلم الرصاص. هنا 11، ده 11 جزء من 1000، يعني 11 قطعه صغيره، دول 10 كاملين اهو. تمام، وال 11 تحت. طب يا مستر ينفع اعمل يعني 11 اللي تحت ده في اي مكان؟ اه في اي مكان. واحد، تعمل تظل اي حته صغيره، اي مربع صغنن خالص كده في الالف اللي قدامك. مش شرط اول واحد، مش شرط.
السؤال ده نفس السؤال اللي فوق بس بالعكس بقى. بيقول لك إيه؟ بيقول لك لاحظ النماذج الآتية واكتب الكسر العشري الذي تمثله ثم أكمل. تعال نشوف. أولا كاتب لي الكسر العشري. الكسر إيه؟ العشري. وأحد كده 1 2 3 4، يبقى أحط كده علامة جنبها 4 اسمها 4 أجزاء من 10. طب كم مربع؟ عد معايا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 أجزاء من 100. يبقى كله نقراه ازاي؟ 49 جزءا من. المفروض جزءا من ايه يا مستر؟ جزءا من 100. طب وقدام جزءا من 1000 ينفع اكتب 490 جزءا من 1000. هي يعني 49 جزءا من 100 هي 490 جزءا من 1000. كلام جميل، كلام جميل يا سيدي. كتب لك تحت جزء من 10 وجزء من 100 وجزء من 1000. كم جزء من 10 قدامك؟ 4 جزء من 10 اهي اللي جنب العلامة. طب كم جزء من 100؟ 9. طب كم جزء من 1000؟ مفيش أجزاء من 1000 هنا، صفر أو صفر. يلا بينا السؤال اللي بعده. ده قلت لك ده عمود واحد، يبقى حط علامة بعدها رقم واحد على طول. كم جزء من 10؟ 1 جزء من 10. مفيش أجزاء من 100. مفيش. صفر وصفر أجزاء من 100. يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه 1 جزء من 10. ماشي. الجزء من المئة يا مستر بيبقى لونه أزرق. هنا مفيش حاجة لونها أزرق خالص أهو، زي ده وزي ده كده أهو. لكن هنا في النص مفيش. ماشي. يلا بينا السؤال اللي بعده. الكسر العشري. يلا بينا نعد الأسطريقة. 1 2 3 4 5 6 7. يبقى 7 7 أجزاء من 10. اكتب هنا 7. هنا 1 2 3 4 4 أجزاء من 100. هكتب هنا 4 أجزاء من 100. عد بقى الأورنج معايا. 1 2 3 4 وهنا كمان 4. يبقى 8. يبقى 8 أجزاء من 1000. حط هنا 8. يبقى 748 جزءا من 1000. تعال نشوف بقى السؤال 3. وسؤال 3 هيسيبوا لك أنت تقييم ليك واجب هتحله يا جميل. يلا بينا سؤال رقم 4. بيقول لك اكتب بالصيغة اللفظية. ده 3 تكتب 3. اه يا مستر بس الثلاثة بقى عليا ما يبقى 3 أجزاء من 1000. رقم 2 هنا 1 على الشمال تكتب 1 تعمل فاصلة. طب هنا 28 تكتب مش هكتب 28 لا، هكتب و28. في علامة هنا يا مستر يبقى جزءا من 1000. رقم 3 دي 120 هكتب 120 جزءا من 1000. ولازم كله جزءا من 1000 أهو لازم. 9 دي هكتب 9. وأبص بقى على الشمال هنا 902 هكتب و902 جزءا من 1000. جزءا من 1000. ماشي. يوصل 5 دي 15 هكتب 15 ل 15. هعمل فاصلة. دي 110 هكتب و110 جزءا من إيه؟ من 1000. سؤال 6 200 هكتب 200. أعمل فاصلة. واثنين. خلصت كده ولا لسه في جزءا من 1000؟ لسه في جزءا من 1000. سؤال 7 يا حبيبي. سؤال 8 يا باشمهندس. هسيبه لك أنت واجب. سؤال 5. السؤال الأول ده بقى بيقول لك اكتب كل المقسوم الآتية في صورة كسر عشري أو عدد عشري. يعني يعني 173 على 1000 هكتب 173 جزءا من 1000. أحط علامة. 127 هكتب 127 جزءا من 1000. ده سؤال سهل جدا. 891 891 جزءا من 1000. بتكتب الرقم هو بس بتحط علامة. هنا أهو 914. هوبا ستوب. هنا جزءا من 100. العلامة بعد رقمين. اللي فوق كله بعد 3 أرقام عشان 1000. لكن هنا في رقمين 100. 100 يبقى بعد رقمين فقط. سؤال تاني. 375 جزءا من 1000. طب هنا 2 من 100. علامة بعد رقمين. 9 من 10. 9 من 10. طب هنا
327. حط علامة بعد إيه؟ 10 يبقى رقم. طب لو 100 رقمين، لو 1000 3 أرقام. سؤال 3. 54 جزءا من 1000. 17 على 100 17 من 100. 254 جزءا من 1000. يا نهار أبيض، 1251. حط علامة بعد 3 أرقام. واحد يقول لي ما كان فيه هنا يا مستر، لا دي فاصلة ملهاش لازمة، تختلف، لكن العلامة دي مهمة، الفاصلة ليست مهمة. سؤال 6. 621. اكتب بالصيغة القياسية، هكتب 621 جزءا من 1000، علامة بعد 3 أرقام. 2 أكتب 2 على اليسار. 99 جزء من 1000، هكتب 99. كده اسمها جزء من 100، يبقى أنا غلط ما أخدش درجة. لكن جزء من 1000 لازم أحط صفر هنا عشان يبقى العلامة بعد 3 أرقام. سؤال 3. 15 يعني 15. 15 جزءا من 1000، كده يا مستر غلط. كده جزء من 100. جزء من 1000 لازم 3 أرقام. سؤال 4 يا جميل. 31. هكتب 31. 57 جزء من 1000، أكتب 57 جزء من 1000، لازم صفر. جميل. 100. بعرف أكتب دي يا مستر. جزء من 1000، أكتب 1. أحط علامة كده غلط، لازم أحط صفرين عشان العلامة دي يبقى قدامها 3 أرقام. لازم العلامة قدامها 3 أرقام، علامة قدامها 3 أرقام، لازم العلامة قدامها لو أنت تلاحظ 3 أرقام. سؤال 6. 24300. 24000 أدي 24000 أهو و300 أهو. دي هي 24300. خلصت خلاص يا مستر. لسه في جزء تاني، و6 أجزاء من 1000، أدي الستة، وعشان خاطر من 1000 حط صفرين وبعد كده علامة، يبقى اسمها 24300. وبعد كده يا مستر 6 أجزاء من 1000. تعال نختار مع بعض الاختيارات يعني. بيقول لي هنا في أول سؤال، الرقم الموجود في الأجزاء من 10 في الكسر العشري، جزء من 10 جنب العلامة على طول، اللي لازق في العلامة على طول. الرقم الموجود في الآحاد بيبقى على اليسار. على القيمة المكانية 9، التسعة هنا جزء من 10 جزء من 100 جزء من 1000. جزء من 1000 يبقى أجزاء من 1000. سؤال رقم 4. 1991. على 1000 يبقى العلامة بعد 3 أرقام، فين هي دي بقى في الاختيارات؟ هتشوفها أنت بتختار باء. سؤال 5 يا جميل. إذا كانت قيمة رقم 7 هي 7 من 1000، فإنه يوجد في خانة إيه؟ 7 دي جزء من 1000 عشان العلامة قدامها 3 أرقام. طب 9 أجزاء من 1000، أدي دي 9 أجزاء من 1000 أهو. وثمان أجزاء من 100، 8 جنبها أهو. 3 أجزاء من 10، 3 جنبها أهو، يبقى اختيار ألف. يبقى 3 8 9 389. قول ورايا 389. سؤال 7. الرقم الذي يمثل جزء من 1000، جزء من 1000 هنا اللي هو الواحد، اللي هو بعد العلامة رقمين، ده من 10 ده من 100، يبقى واحد. هكتب واحد. يلا بينا نشوف سؤال 8. سؤال 8 يعتبر آخر سؤال برضه، هسيبه لك تقييم واجب. نشوفكم إن شاء الله في حصة جديدة يا أبطال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.